يلا نعمل احلى بطاطا مع بعض، رخيصة وكتيرة ومالية السوق وطعمها حلو جدا ومسكرة قوي. انا معايا 3 كيلو من البطاطا الرفيعة اللي انتوا شايفينها دي، هي وسط شوية. اغسليها كويس وهاتي حلة افردي فيها ورقتين 3 في أرضية الحلة. عارفين زمان كده لما كان الكراريس والكشاكيل اللي كنا بنكتب فيهم أو ولادنا يكتبوا فيهم، بيبقى في آخر الكشكول أو الكراسة كام ورقة كده محدش يستخدمهم وفاضيين. قطعي الورق دوت من الكشاكيل أو الكراريس قبل ما ترميها، وحطي الورق الفاضي في درج المطبخ هينفعك وتستخدميه كده. وانزلي عليهم بمعلقتين 3 من السكر، ممكن تقللي ممكن تزودي اختياري. وغطي الحلة بتاعتك وعلى نار هادية قوي سيبيها تستوي حوالي 20 دقيقة ل30 دقيقة على حسب حجم البطاطا اللي انت جايباها. الحجم الصغير ده ما بياخدش سوا وبيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى مسكر وماسك نفسه زي ما انت شايفة كده، وما بتاخدش في وقت في التسوية. شايفينها شكلها جميل ولونها حلو جدا، والسكر اداها كرملة. الكرملة اللي في الأرضية الحلة دي بقى بتبقى حلوة جدا وبتبقى أحلى طبقة في البطاطا. شايفين شكلها حلو قوي ازاي، ورخيصة ومالية السوق. استغل البطاطا في الموسم بتاعها، وهي السنة دي ما شاء الله عليها زرعتها حلوة جدا وشكلها في منتهى الجمال. ايه رأيكم فيها؟ حلوة قوي وطعمها هتلاقوه مسكر، او ممكن تقللي السكر ممكن تزودي السكر، ممكن ما تحطيش سكر خالص لو انت عايزه. بس ما تنسيش ان انت خلي النار بتاعتك هادية عليها علشان تستوي براحتها، وتكوني مغطية الحلة بتاعتك كويس وكتماها عشان ما يطلعش منها بخار. هي البطاطا وعليها معلقتين السكر وبس. ما تنسيش اللايك.